ايه هي فوائد القلبين التوأمين؟ اول حاجه فوائد القلبين التوأمين، انا بنشط شاكرا التاج وشاكرا القلب. فشاكرا التاج بتنفتح على ابعاد او على مستويات عليا، وبتستقبل النور الالهي والطاقه الالهيه. اول حاجه بيحصل استناره، بيحصل وعي، بيمتلئ جسمك بالنور الالهي، فبيحصل شفاء، بيحصل طاقه عاليه، بيحصل ان خلاياك واعضائك كلها بتتنظف. حتى يعني التنظيف بعد القلبين التوأمين، لو انا عملت ونظفت الحد هيبقى قوة المعالج قوية جدا. ولو المتعالج كمان عمل القلبين التوأمين وبعدها استقبل علاج، هيبقى كأنه مضاعف، لان هو فتح المسارات ونظف طاقة الجسد تمام. تاني حاجة انا شايفاها اهم حاجة بصراحة، ان انا باخد كرمة خير كتير جدا جدا. تخيل انت بتبارك الارض كلها بكل شخص وكل كائن بلا استثناء، فانت بتبعت طاقات خير وطاقات نور ومحبه وسلام وسعاده، وبتقعد تبارك 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 في التامل. هقول لكم بيتعمل ازاي. كل ده اكيد هيرجع لك اصلا انه طاقات خير في حياتك وطاقات نور. فاول حاجه ان خلاياك واعضائك وجسدك الطاقي بيتنظف، هالتك بتقوى، شكراتك مش بس شكرة التاج والقلب بيتفتحوا، كل الشكرات بتفتح وتعتبر بتتنظف. استنارة ووعي، كرمة خير. فهي من كل نواحي بصراحة، غير انك انت بتعرف ازاي تتأمل على الصمت، وبيبقى فيه هدوء وبيبقى فيه تركيز. في ناس كتير 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 بعد تأمل القلبين التوأمين بفترة بتفتح عندهم الشاكرا الجبهة، وبيشوفوا، وبيبقى فيه بصيرة قوية جدا. فكل الحاجات دي بتبقى هي من مميزات ومن مزايا القلبين التوأمين.